يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي كيفتوما؟ لاباس بخير؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نعدل واحد الاكله خفيفه بالشعريه والخضره. بالنسبه لمكوناتها، المكونات اللي استعملنا ونتعرفوا عليها بالتفصيل مع الطريقه. بسم الله. اول حاجه عندنا هنايا الشعريه، عندنا كميه من الشعريه على حسب عدد الافراد. كنعملوا الشعريه في واحد الطاوه وكندهنوها مزيان بالزيت العاديه. الزيت المقدار اللي مش يدهن لنا الشعريه كامله. كنخليوها على جنب، وكنجيبوا واحد الطنجره باش كنعملوا فيها الماء باش نبخروا فيها الخضره. كنبداو نعدلوا فيها الخضره، يعني من هنايا اللوبيه الخضراء، يعني الخضره اللي كتعطل في الطياب كنسبقوها هي اللوليه. يعني سبقنا اللوبيه الخضراء وسبقنا الجزر. كنخليهم يتبخروا. كنجيبوا واحد المقله، كنعملوا فيها واحد البصله مع شويه زيت الزيتون، وكنشحروها مزيان مع بعضيتهم. مني دبالت انها البصله، كنزيدوا عليها هنايا واحد صدر دجاج مقطع صغير. كنزيدوا له في التوابل، عندنا هنا الابزار، ملي كتبخر الجعده واللوبيه نص تبخيره، كنزيدوا عليها الخضره اخرى. يعني زيدنا بطاطا، زيدنا هنا الجلبانه، زيدنا القرعه خضراء. كنغطيوها وكنخلوها تزيد تكمل التبخير. بالنسبه للدجاج اللي كنقليوه، كنزيدوا عليه فلفل الوان مقطعين صغيرين. يعني هنا عندنا الفلفل الخضر والفلفل الاحمر والفلفل الصفر. هاد الدجاج ما عملنا لهم يعني لا زعفران لا خرقوم، باش اللون الالوان د الخضره يبقاو باينين. ملي كتبخر الخضره كنحيدوها وكنردو ديك الشعريه تتبخر.
الخضره كنعملوا ملي كنزلوها كنعملوا لها الملاح وهي باقا سخونه باش كتدخل فيها الملاح. بالنسبه للشعريه ملي كتبخر التبخيره الاوليه كنخويوها في واحد الطاوه وكنزيدوا عليها جوج المغارف د الماء من داك الماء اللي في الطنجره اللي كتبخر به، وكنخليوها واحد تقريبا 5 دقائق تشرب داك الماء، وعلى بعد من نعاودوها التبخيره الثانيه. كنعملوا لها الملح الشعريه، هانتوما كيفاش عامله. كنعاودوها تبخر النوبه الثانيه. ملي تبخرت النوبه الثانيه كنعملوها في واحد الطاوه وكنعملوا لها معلقه كبيره د الزبده. كنجوزو نعدلو مايونيز. عندنا هنا عملنا نص كاس د الحليب وجوج د فرماج مربع والملاح. كنعملو الخل وكنشعلو المولينكس وكنبقى نزيدو الزيت شي حاجه مورا شي حاجه. حتى كنوصل القوام اللي بغينا. الا بغينا مايونيز قاصحه كل ما زدنا لها الزيت كل ما كتزيد دقصح. كنجيبو داك الدجاج اللي طيبناه كنزيدوه على داك الشعريه وكنخلطوه بالمايونيز. ها الشكل ديالها النهائي كيفاش جات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وكنشكركم بزاف ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. يا